طيب قول لهم بس احنا كنا في انتظار الترجمة عشان اتأخرنا عليكم. Hakkınızı helal edin. Belgeleri basıyorduk. Ondan dolayı birkaç dakikalık gecikme oldu. Birçoğu da bu kapitalist düşünceden ötürü meydana geliyor. Çünkü onlar akide temeli değil. Kar temelli oldukları için birçok ahlaki ilkelerden, birçok akideden ödün vererek buraya geliyor. سيتحكم ويستمر تحكم النظام الرأسمالي في العالم كلنا سنواجه أزمات اليوم وغدا وبعد غد. Kapitalist sistem hakimdir şu anda. كلنا نتأثر وبعد العولمة أصبحنا كلنا نتأثر بأي مشكلة اقتصادية تحدث في ركن بعيد في العالم. Yani biz dünyada herhangi bir yerinde işsizlik meselesiyle karşılaştığımızda bunun çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bunun temel sebebi kapitalist sistemdir. الأمريكي المشكلة التي تحدث الآن في ألمانيا تؤثر نتذكر فقط في أجيالنا الحالية مجموعة من الأزمات الأخيرة لأني لا أستطيع أن أستعرضها كلها للوقت. عام 98 عندما حدث الأزمة في روسيا وفي انهيار أسعار بورصات جنوب شرق آسيا. Asya'daki borsa direkt çakıldı. Rusya'da kriz meydana geliyor ama Asya'da bunun eserini görüyoruz. Direkt orada tesirini gösteriyor. Ekonomik çöküşe sebep oluyor. Amerika'da değil, oradaki kriz diğer ülkeleri otomatikman etkiliyor. Ülkelerin ekonomisi batıyor. ثم في العامين الأخيرين فقط أزمة كورونا ثم أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا. العريض الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار هو أن يحكمنا النظام الرأسمالي الأزمات. Ondan dolayı krizlerle sürekli karşılaşacağız. Bu yılda bir defa من التجمعات هو نوع من أنواع تبادل الخبرات لكي نتعلم جميعا من بعضنا البعض كيف يمكن أن نتخطى هذه الأزمات. Nasıl mücadele edeceğimizi bu şekilde öğrenmiş olacağız. Bu buluşmalar bize bu yönden güzel bir fırsat sunuyor. أن يقدم خبرته وتجربته في إطار ذلك. Bu konuda da şöyle bir teklif sunabiliriz Haksiya'da. Haftalık olarak 1-2 saat düzenli olarak kendi tecrübesini paylaşmasını sağlasın. Online olur ya da yüz yüze olur. Kendi tecrübesini paylaşarak diğer arkadaşlara bu tecrübesini ulaştırın. Bu konudaki uzman hocalarla düzenli programlar düzenleyerek kardeşlerimize hocalarımızın elde ettiği birikimleri, tecrübelerini kardeşlerimize ulaştırmış olurlar. Kardeşler o sıkıntılarla karşılaşmadan en azından önlemiş olsunlar. في الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها. Tabii Haksiyat gibi kurumlar devlete politika verebilecek, devlete iktisatla alakalı bazı projeler sunabilecek platformlar kurması, devletin ekonomik krizleri. المترتبة على هذه القرارات الحكومية على مناخ الأعمال. Tabii bununla beraber devletin almış olduğu politikalar neticesinde bizler nasıl etkileneceğiz, bize tesir edecek onu da bilmemiz gerekiyor. ننتقل إلى الجزء الآخر وأنا ليس لدي وقت كبير هو 10 دقائق فقط فأنا سأتكلم عن إدارة. أولا المرحلة الأولى في إدارة الأزمات هي مرحلة الإنذار المبكر بوجود الأزمة. Tabii kriz yönetiminde önemli nokta kriz daha meydana gelmeden insanın bu krizi öğrenmesi. السلام عليكم ورحمة الله. أنا خالد الصواف رئيس مجلس إدارة تجمع المهندسين السوريين وهي أكبر جمعية عربية سورية هنا على الأراضي التركية متواجدون من عام 2017. حضرنا اليوم الملتقى الخاص بهاكسياد لإدارة الأعمال أو لرجال الأعمال هنا في أنقرة بدعوة كريمة من السيد فكري رئيس هذه الجمعية. طبعا التواجد في هذا اللقاء متنوع، يعني لأول مرة نرى هذا التنوع إن كان من الاختصاصات أو من الجنسيات المشاركة أو من الأماكن، فهناك حضور من جميع الجنسيات من جميع الاختصاصات. أيضا الجو كان جو ودي، يعني هناك تعاون اقتصادي كبير نتمنى أن يثمر لجميع المشاركين من رجال أعمال أو مستثمرين إن شاء الله. عبد السلام زبير من العراق، مقيم في اسطنبول منذ 5 سنوات. أنا رئيس الاتحاد العالمي لرجال الأعمال العراقيين ورئيس شركة ايدياز للتجارة الإلكترونية والتصدير. حقيقة شرفنا بأن دعينا إلى مؤتمر حقسياد في أنقرة، وكان حقيقة مؤتمر وملتقى جميل جدا. سعدنا بما اجتمعنا فيه مع التجار، مختلف التجار من مختلف القطاعات. رأينا بضائع، رأينا ناس عندهم همة طيبة. صار عندنا شوق حقيقة لزيارة تجار منطقة ديار بكر وربما حتى الاستثمار في تلك المنطقة. سندعو التجار العراقيين المستثمرين العراقيين من مختلف دول العالم لتكون لهم فرصة طيبة للاستثمار في ديار بكر. هذا الملتقى الذي دعت له حقسياد مهم جدا جدا للتلاقح وتبادل الأفكار بين التجار
من خارج تركيا مع تجار في تركيا عامة وخاصة في منطقة جنوب تركيا كذلك. نحن نسعى حقيقة لنكون جزء من هذا الاستثمار، جزء من هذه الفرص، جزء من تسويق المنتج التركي سواء في عموم تركيا أو في الجنوب التركي على نطاق واسع. نحن كاتحاد رجال أعمال عراقيين عندنا رجال أعمال يمثلون الاتحاد في مختلف دول العالم، سنشجعهم ليتعرفوا على التجار هنا، ليتعرفوا على البضائع، ليحاولوا إيجاد سوق للبضائع التركية عامة وللبضائع الأعضاء المنضوين تحت حق السياد ليسوقوها في بلدانهم. كذلك نحن كما أسلفت عندنا موقع إلكتروني اسمه waywiz.com، هذا متخصص بتسويق البضاعة التركية إلى الأسواق العالمية. الموقع في اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك التركية طبعا. أدعو جميع التجار الأتراك عامة والأعضاء في حق السياد ليشتركوا في هذا الموقع ليعرضوا بضائعهم حتى يتوسع نطاق التصدير عندهم. وشكرا لكم. صلاح الدين قنش، عضو مجلس إدارة جمعية نماء رجال الأعمال المصريين. حضرنا المؤتمر هنا مشاركة مع جمعية حق سياد. انطباعنا على المؤتمر كان مؤتمر جيد ومنظم. رأينا فيه فعلا يعني شيء من التنظيم الجيد، وبنشكر جمعية حق سياد على هذا التنظيم وعلى دعوتهم لنا إن شاء الله. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Allah razı olsun öncelikle. Adım Mustafa Öğreten. 29 yaşındayım. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Orada makine mühendisliği okudum ve yüksek lisansımı da yaptım Hamburg Teknik Üniversitesi'nde. Birkaç yıldır da biz bir ekip olarak Türkiye'ye yerleştik. İstanbul'da, Yalova'da ofislerimiz var. E-ticaretle uğraşıyoruz ve inşaatla uğraşıyoruz. Onun için hem Almanya'da, Dubai'de, Çin'de ve Türkiye'de işte ofislerimiz var. Sağ olsun kısmet oldu. Abilerle tanıştık. Haksiyat'taki abilerle tanıştık. Elhamdülillah buradaki bu konferansta da birçok farklı iş adamlarıyla görüştük, sohbet ettik. Tecrübelerinden faydalandık. Yani genel olarak böyle İslami değerlere saygılı olan, onlara göre gerçekten yaşamaya çalışan iş adamlarını görmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Yani. Özellikle Almanya'dan gelen birisi için inanılmaz bir şey, çok güzel. Elhamdülillah Allah daim kılsın inşallah. Elhamdülillah. Ve genel olarak mesela işte bizim ekip olsun, buradaki abiler de olsun. Elhamdülillah Allah bize bir fırsat verdi, o da sadaka vermek. Mesela yani biz hep artan paramızın %20'sini her ay sadaka olarak veriyoruz. O sadaka yetimlere gidiyor. İşte Türkiye'de, Afganistan'da, Suriye'de mağdur ailelere gidiyor. Elhamdülillah. Ve buradaki abilerin dediği gibi yani bir iş adamız yani sadece maddiyatı değil, hani burada gördüğümüz gibi yani Allah kulluğunu da iş adamı yaparken Allah kul olduğunu da unutmuyor. Bunu burada biz çok görüyoruz elhamdülillah. Allah demin bir abi de dedi, çok güzel dedi. En güzel duayı o yaptı. Allah hepimizi affetsin inşallah. Allah sadakalarımızı kabul etsin. Elhamdülillah Allah hepinizden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah Mer'i min Mısır. حضرنا في منتدى حق السياد لرجال الأعمال. نحن نعمل في اسطنبول في مجال الإنشاءات. تشرفنا بحضور المؤتمر والحقيقة كان مفيد جدا جدا في التعرف على رجال الأعمال من جنسيات كثيرة، أتراك وسوريين وعراقيين ومن عدة بلدان. ويعني سعدنا بالمشاركة والحضور في هذا المنتدى واستفدنا كتير. تعرف على أناس طيبون حريصون على أن يقدموا خدمة في المجتمع، ليس فقط حرصا على المال ولكن حرصا على تطور ونهضة بلدهم، حرصا على تطور ونهضة الإنسانية بشكل عام. ويعني نشكرهم كثيرا على استضافتنا في هذا المؤتمر واستفدنا كثيرا وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أشرف محمود أغلو، تركي الجنسية من أصل مصري. أعمل في مجالين مختلفين، مجال التسويق العقاري والاستثمار العقاري وتجارة الأراضي، وفي نفس الوقت أعمل في مجال توريد الخامات والمستلزمات والماكينات لخطوط إنتاج الكرتون المضلع والورق لصناعة الطباعة والتغليف.
الحقيقة تشرفت تماما بهذه الصحبة الطيبة من رجال الأعمال في جمعية توسياد، وفرصة طيبة فعلا استفدنا كثيرا من رؤية هؤلاء الكوكبة المتميزة، وفعلا يعني نشعر فيهم بالتعاون الحقيقي، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ويحدث المطلوب والهدف، وهو الاستثمار والتعاون والتحالف بإذن الله. شكرا، السلام عليكم.